اللي صلى منكم الفجر النهارده وابوه بيدخن وهو متضايق قوي من الموضوع ده، دعيت لابيك انه يبطل تدخين؟ لو دعيت له انت ماشي صح. هل جبت في البيت شريط؟ خليه في البيت بس، او كتاب صغير 10 صفحات مش مجلد، كتاب صغير عن التدخين، خليه في البيت في حته باينه وما تقولوش اقراه. بعد يوم هيقراه، بعد 10 سنين هيقراه، دعوتك هتوصل ان شاء الله. لكن ما تزعلش ابوك وامك. حاجه تانية مهمه جدا، انتوا النهارده في محاضره اخلاقيه دينيه اجتماعيه، ممكن تروح البيت النهارده تقول النهارده كان عندنا فلان وفلان واتكلموا عن كذا وكذا. انت ما بتنصحش، انت بتقول اتكلموا عن كذا وكذا، بس ممكن قبل ما تتكلم في اللي حصل في المحاضره تخش طيب قوي وجدع قوي. انا هعمل شاي، مين يشرب معايا؟ بابا تشرب شاي؟ ماما تشربي شاي؟ انا هشرب، تشربوا؟ حد عايز مني حاجه؟ راجع ملاك. وبعدين هم ما جابوش العيش الفينو، مش كل الاسر بينزلوا يشتروا عيش فينو بالليل كده. انا واخويا قاعد، انا راجع من درس الدين، راجع بقى متدين قوي، مين هيجيب عيش فينو؟ قمت انا عامل كده. طبعا مش انا اناني جدا، انا تعبان من دروس الدين. اتعبوا انتوا وتطحنوا في الدنيا وباكلوني معاكم، والله ما يسمعوا منك. انا وانت راجع معاك ربع جنيه في البان بشلن 5 ساغ، اشتري 5 على قد اسرتك، كانوا اكتر او اقل، وارجع اديهم اللبان. انت عارف ان اللي يحلي بق مسلم يرفع الله عنه مرارة يوم القيامة؟ فشوف، اللهم صل على سيدنا محمد وآله. هو طبعا يعني ان انا احلي بق زميلتي دي يعني مش يرفع الله عنه مرارة يوم القيامة يعني ده ربنا يستر علينا يعني يوم القيامة. فأنا ما أقصدش من حل بق زميلته، ما قلتش كده، قلت اللي يحلي بق مسلم. فأنا عارف إن هي مسلمة، ما قلتش حاجة، عدوها خلاص عشان مش عارف أقول إيه. فاللهم صل على سيدنا محمد وآله. ارجع حلو، يحبوا الدين عن طريقك، فربنا يحبب الناس في النبي عن طريقنا، ويحبب الناس في ربنا عن طريقنا، وما نكونش بنبعد الناس عن النبي بأخلاقنا، ما نكونش بنبعد الناس عن ربنا بأخلاقنا، وربنا يحفظ الناس الطيبين كلهم.